الحمد لله كان بالامن والرخاء والاستقرار والوحده في القلوب، والحمد لله على ما الله عز وجل من علينا بالامن والاستقرار كما قلت لكم. السؤال الجزائري يقول الحكومه الجزائريه مقصره في الثوره السوريه. ما هو بمقصره، الحكومه الجزائريه يا اخ بشير خائنه للثوره الجزائريه، خائنه للمسلمين، مع الحكومه السوريه وتدعمها وتؤيدها، وهي مع الصفويين ضد الإسلام والمسلمين. ليش ما كان في الجزائر ثورة يا شيخ؟ هذه الحكومة الجزائرية وهي مستبدة. ليش ما كان في ثورة؟ دكتاتورية ظالمة محاربة لله ورسوله، وهي والعراق ولبنان هذه موقفهم واضح في الخيانة. فيه ناس موقفهم ضبابي، في ناس حكومات موقفها ضبابي، وأما مصر فقد رجعت إلى الصواب ورجعت إلى الحق، ومواقفها الأخيرة مواقف مشرفة. وأنا أقول أنه يجب أن يقوم الحلف الآن، الحلف بين تركيا ومصر والسعودية ضد الدولة الصفوية. هذا الحلف هو الذي سيوقف الصفويين عند حدهم. تتوقع الجزائر فيها شيء قادم؟ ما أدري، ما أظن الآن يعني في الفترة القريبة. والله ما يعني الشعب الجزائري شعب نبيل وشعب مجاهد وشعب قوي، ولكن اللي حصل في التسعينات مؤلم جدا ومخيف انه يتكرر، ولذلك الشعب الجزائري متردد جدا، لانه يعني اكثر من 100,000 الذين قتلوا في الجزائر بسبب تلك الاحداث. لكن هل يحصل شيء؟ قد يحصل هبة من الناس، ولكن الضغط المستمر هو يكون ضغط سلمي. أنا ضد ننتقل إلى السعودية. هل يمكنك ذكر أسماء كل الأمراء في لعبة السلطة في العائلة المالكة؟ فأنا لا أنجح، فجميعهم في نهاية المطاف يسمونهم ابن سعود، لأنهم كلهم أبناء شخص واحد هو ابن سعود، ولأن هناك ما يقرب من 50 اسما مشهورا في العالم الإسلامي. إذا كان أحدهم اسمه نايف فإن حفيده يكون اسمه أحمد، وإذا كان اسم الجد أحمد يسمون الحفيد نايف. أمر صعب. صحيح، ونصفهم إخوة النصف، والجميع مرتبط بالجميع. ما دمنا نتناول هذا الموضوع أذكركم بأنه أخيرا توفي ولي العهد، ليس ولي العهد بل من كان يفترض أن يكمل درب الملك، بل في الحقيقة المطالب بالعرش. هذه صور من جنازة نايف بن سعود بن عبد العزيز الذي كان وزير الداخلية، وكان من المفترض أن يخلف ملك السعودية، والذي نشاهده. انظرا، إنه بيت ملكي غريب وغامض كثيرا، وكذلك لأنهم بحسب الشريعة يسمون وهابيين نسبة إلى عقيدة عبد الوهاب. هنا يجلس وإلى جانبه حاكم مصر الطنطاوي. ولماذا مات؟ لأنه مسن جدا، فقد كان ابن 76 سنة وانتظر دوره ولم يأته. ملك لديه كل الصلاحيات، وليس هناك شيء من الديمقراطية. على سبيل المثال يمكن للملك عبد الله تعيين كل الوزراء، وكل الوزراء هم أمراء، وكل إخوته هم نصف إخوة من شتى الأمهات. إنهم أمراء، وليس هناك شيء من الانتخابات أو تقديم تقارير للشعب. على سبيل المثال عن الاقتصاد، حيث يغتني الأمراء، بينما هناك نسبة عالية جدا من الفقر، حتى إن الناتج القومي ينحدر في السنوات الأخيرة. وبالطبع إذا ربطنا هذا مع كل التوترات في المنطقة، فليس لهم أي صلة بالربيع العربي. كان هناك انتفاضة من الشيعة تحديدا في السعودية، لكنهم قمعوها. إنها سلطة عقدت منذ أول عهدها حلفا مع الأمريكيين. هذا يعني أننا نحن وهم نشكل أقوى حلف للأمريكيين في المنطقة، وهذا ما تعتمد عليه السلطة السعودية. ولا مكان للحديث هناك عن الربيع العربي، وما قاله الأب يفعلونه والمدينة. لكن اليوم أيضا تصل أقدام يهودية إلى هناك، وهي إما لأطباء إسرائيليين يعالجون العائلات المالكة أو لعلماء. أحدهم جلس هنا.
صحيح، هناك أكثر من ذلك. كان هناك اجتماع سري بين رئيس الحكومة السابق أولمرت ومندوبين عن العائلة المالكة السعودية في عمان حول مسألة المبادرة السعودية المشهورة. كل دبلوماسي إسرائيلي سيقول لك إنه في واشنطن المندوب الإسرائيلي ليس مقصيا في نظر المندوب السعودي، ويجلسون ويتحدثون معا، لكن خارج إطار السجل الرسمي. الأمراء والأحفاد الأمراء لعائلة ابن سعود يبدون براغماتيين جدا وودودين جدا. حسن، إنه استمرار لسيرة المملكة القديمة.